الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. استثمارنا للطفل هو استثمارنا لمستقبل الغد. احتضنت قاعة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد القباطي احتفالية يوم عيد الطفولة نشاطا بعنوان يوم لقراءة الكتاب ضمن المحور الكتابي كان يا مكان من برنامج وزارة الثقافة والفنون ثقافة 7 في 7، وذلك بالتعاون مع محافظة المهرجان الثقافي المحلي. يعني بمناسبة الاحتفالات الخاصة بعيد الطفولة الموافقة ل1 جوان سطرت وزارة الثقافة والفنون برنامج ثقافتي 7 في 7 يتضمن عدة محاور كبرى، يعني 7 محاور تكون يعني من اختصاص كل مؤسسة ثقافية مثل المسارح، دور الثقافة، المكتبات إلى غير ذلك. من بين المحاور اللي تختص فيها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يعني عبر ربوع الوطن محور كتابي ومحور كان يا مكان. لهذا نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية برنامج كتابي، برنامج ثقافي متنوع، طبعا تشرف عليه أيضا محافظة المهرجان الثقافي المحلي قراءة في احتفال، وبرنامج أيضا كان يا مكان الذي سيكون على مستوى سترام يعني لمدة أسبوع. إذن هذه البرامج الثقافية بالرغم من أنه كان الوقت جد ضيق، يعني حاولنا أننا ننظمه في وقت جد قياسي لأنه تزامن أيضا يعني مع عيد الأضحى مباشرة يعني عيد الطفولة، وبرنامج استعجالي جدا، لكن يعني طبعا تضافر جهود محافظة المهرجان القراءة في احتفال، طبعا الواقفين أيضا إطارات المكتبة الرئيسية، قدرنا يعني أن نسطروا برنامج ثقافي قيم ومتنوع طبعا موجه للأطفال. هذا البرنامج سنحاول أن ندخل البهجة والفرحة على وجوه الأطفال، بالإضافة إلى البرنامج الموزع لمحور كتابي الذي سيكون أيضا هو لمدة 7 أيام، والذي كان أيضا من بداية يوم أمس كان موزع أيضا على 13 ملحقة، برامج متنوعة أيضا يعني عروض ترفيهية، عروض تنشيطية، ورشات فكرية، ورشات المطالعة والقراءة، ورشات الرسم، أيضا يعني مسابقات يتخلله أيضا يعني جو ترفيهي وتحفيزي حتى ما نحرموش كل طفل من الفرحة والبهجة، لأنه الطفولة حقه يقرأ، حقه يتعلم، حقه يفرح، حقه يمرح، يعني له كل الحقوق. وإحنا كمؤسسات ثقافية كمكتبة رئيسية للمطالعة العمومية من حق الطفل أن يفرح ويمرح ويضحك ويقرأ ويربح. يعني لهذا شعارنا هذه المرة اقرأ اربح، يعني تعلم متنوع. هذا كلها تحفيزات من أجل تحبيب الطفل في القراءة عن طريق يعني احتفالية، عن طريق أجواء تفاعلية أداء. والحمد لله يعني قدرنا في هذا الوقت القياسي أننا يعني تضافر الجهود أعضاء المحافظة كما قلت أننا نسطر برنامج ثري، برنامج قيم. على مدار اليوم تفاعل الأطفال مع جلسات قراءة جماعية لقصص مختارة، وشاركوا في مسابقات فكرية وثقافية مستوحاة من مضمون الكتب. كما تضمن البرنامج ورشات إبداعية للرسم والتعبير الكتابية وعروضا تنشيطية تفاعلية. ورغم ضيق الوقت نظمت المكتبة في وقت قياسي وفتحت فضاءاتها لاحتضان الأطفال وتحويل يوم القراءة إلى تجربة ممتعة ومحفزة. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف ل1 جوان من كل عام، تقدمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بنشاطات كثيرة ومختلفة، منها الحكوات والرسم وغيرها من الألعاب الفكرية والممتعة التي أبهجتنا وأبهجت نفوسنا. نشكر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية على كل ما قدمته لنا من خلال دمج القراءة بالمسابقات والورشات داخل فضاء المكتبة، تؤكد المؤسسة دورها في ترسيخ عادة المطالعة لدى الناشئة، وتجسد هدف البرنامج كان يا مكان بجعل الكتاب بوابة الطفل نحو المعرفة والثقافة.